المهاجم فين يا جدعان؟ يعني انا عايز اعرف المهاجم فين يا كابتن خطيب؟ هنبتدي كده، بدانا موسم الاعداد بتاعنا من غير ما يكون عندنا المهاجم الاساسي اللي احنا بندور عليه وطلب الراجل المهم والكلام ده كله. انا عارف ان انا كنت قلت لك قبل كده ان سوزا هو المهاجم وما زال لسه سوزا هو المهاجم، ولكن دخل على الخط موليكا والاهلي مقدم عرض كبير قوي ب 5.5 مليون دولار. احكي لك على تفاصيله في الحلقه دي، وهحكي لك كمان على ان الاهلي بيفكر جديا ان هو، او تقريبا هو انسحب من السوبر المصري، وكمان اللعيبه بتاعته هتروح مع منتخب مصر، وفي مشكله وازمه حاصله كده ما بين المنتخب. هقول لك تفاصيلها، بس قبل ما اقول لك التفاصيل دي محتاج منك تحت في الكومنتات تقول لي من وجهه نظرك، هو في مهاجم ولا هي بلح يا جدعان؟ قول لي رايك تحت في الكومنتات. انا احمد ياسر، ده برنامج جول مشترك. يعني يا ريت تشترك على القناه كده وصلي على النبي كده، اشترك على القناه كده، صلي على النبي واشترك على القناه وادينا اللايك الحلو على الفيديو ده، واعمل له شير، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. بقى عندنا جروب خاص بينزل عليه كل الحاجات، وهنعمل لك تاج فيه قبل اي حد، برضه هتلاقيه موجود تحت في اللينكات، اشترك عليه. نبتدي نتكلم على ايه مصير مهاجم النادي الاهلي. في البرنامج هنا انا كنت قلت لك قبل كده ان سوزا خلصان والقصه بتاعته خلصانه والموضوع منتهي، وده لحد دلوقتي الموضوع ده قائم، رغم ان اللاعب نزل بوست والناس كلها قالت ان الصفقه فشلت بعد البوست ده، وقال ان هو مستمر مع نادي هيونداي الكوري دوت، ولا شيمبوك الكوري دوت، ومكمل معاه والدنيا تمام وخلاص كده الصفقه بتاعت النادي الاهلي تعتبر وقفت. ولكن انا حابب اقول لك ان ده ممكن تكون حركه كده معموله علشان بمعنى اصح نسترضي المدرب، يقول لك خلاص يا عم هو الراجل اللي اعلن ان هو قاعد وتحت تصرفك والكلام ده، سيبه يمشي، جاي لنا بقى في مليون و100 الف دولار زي ما النادي الاهلي دفعوا، يمكن كمان بقوا مليون و250 الف دولار، فالراجل هيمشي كمان شهرين ثلاثه، فخلاص يعني مشي الامور. فما زال الخط ده مفتوح ولسه الموضوع دوت وارد. ولكن الخط الجديد اللي حصل والكلام الجديد اللي حصل ان نادر شوقي وحسام غالي الاثنين موجودين في تركيا، ووجودهم في تركيا ده عمل اثر بلبله كبيره جدا، لان الناس ابتدت تتكلم على ان موليكا هو الصفقه. ده غير ان رئيس النادي طلع قال انا مش هبيع موليكا غير ب 10 مليون دولار، وكمان وكيل اعمال سابق للعيب طلع وحط صور واقترب للاهلي وبتاع وعمل زوبعه، وطلع اللعيب ذات نفسه نفى ان في مفاوضات اساسا مع الاهلي. كل الكلام ده حصل في فكره ان انت ايه، مجرد وجود حسام غالي وكمان نادر شوقي في تركيا علشان بيتفاوضوا مع المهاجم. طيب هو النادي الاهلي قدم عرض اخير؟ النادي الاهلي قدم عرض ب 5.5 مليون دولار لنادي بشكتاش التركي. تمام، بس الرقم ده من وجهه نظري هو رقم مبالغ فيه، وان احنا ندفعه في لعيب برضه ده رقم مبالغ فيه، بس هو دي الاخبار المتداوله. ولكن انا توقعي ان اللعيب ده سقفه مع الاهلي ما بين 3 ل 3.5 مليون دولار، ويا ريته بس هيدفعهم كده، لا ده هيدفعهم له كمان على اقساط، يعني هيديله 1.5 مليون دولار وال2 مليون دولار الباقيين دلوقتي يقسطهم او العكس طبعا. فانا وجهه نظري ان قصه المهاجم لو هي موليكا فهتبقى في الارقام دي، لو النادي او الاداره او بمعنى اصح نادر شوقي وحسام غالي قدروا يضغطوا على الاداره هناك ويحطوا حقيقه موليكا قدام الناس كلهم كده، ان هو يا جماعه الارقام دي مش هتلاقيها في اي حته اساسا، ولا هتاخد الرقم اللي انت طالبه ده، فده ممكن تروح السكه ناحيه مونيكا. وهتعرف الكلام ده وهتتاكد منه، وهتسمع كلام كده ليها علاقه بالاخبار ديت او بتاكيد ان خلاص مونيكا مضى يوم الاربعاء الصبح والاعلان يبقى الخميس. في الاخر انا وجهه نظري ان النادي الاهلي هيعلن عن سوزا او عن مونيكا في الخميس، او في واحد ثالث محدش يعرف عنه اي حاجه ويبقى ضربه جديده. ولكن انا على ما اعتقد ان هي دي القايمه اللي كان قايل عليها مارسيل كودر، واللي النادي الاهلي عايز ينفذها له، ما كانش فيها اسامي ثانيه، ولو كان فيها اسامي ثانيه كانت مطروحه بالتالي كانت اتطرحت في الاعلان. فبالتالي احنا بنتكلم في مونيكا وسوزا الاقرب واللي جاهز سوزا، ولكن ما تعرفش ممكن تلاقي حسام غالي ونادر شوقي راجعين وجايبين مونيكا في ايديهم يوم الخميس. ده كل اللي انت محتاج تعرفه عن ملف المهاجم. هروح معاك لازمه المنتخب مصر. منتخب مصر المفروض ان هو عنده فيه معسكر، المعسكر ده فيه مباراه رسميه مع اثيوبيا على ما اعتقد، ومباراه ثانيه وديه مع تونس، والراجل عايز يلعب المباراتين دولت فول تيم علشان يحاول على قد ما يقدر ان هو يحسن الترتيب بتاع منتخب مصر في افريقيا في التصنيف، يعني بمعنى اصح علشان يفضل محافظ على المركز الرابع او ياخد مركز الرابع اعلى من تونس، ويضمن ان هو يلعب اول مجموعه في كاس افريقيا. تمام، ده عادي مفيش اي مشكله، حق المنتخب. ودايما لو احنا بنتكلم بالمنطق والعقل، منتخب مصر اولا قبل الانديه، والراجل في اجنده دوليه فمن حقه ان هو يطلب لعيبه نادي الاهلي. ولكن الاهلي معترض على ايه؟ ما هو قبل كده كان في كاس لوسيل، ودي كانت بطوله وديه ومش بطوله رسميه والكلام ده كله، انت سبت لعيبه الزمالك تروح مع الفرقه بتاعتها، ومن الاخر كده مش عايز تعمل كده مع الاهلي. الاهلي بعد المعسكر ده ما ينتهي بيومين عنده مباراه السوبر الافريقي، فانا كنت عايزك تعمل معايا زي ما انت ما عملت من الزمالك. طيب اللي حاصل دلوقتي ايه؟ ان في مجموعه من اللعيبه من الاهلي مطلوبه تم تقليصهم، ولحد دلوقتي المؤكد ان هم هينضموا للمنتخب هم محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومعاهم محمد الشناوي، وكمان معاهم مروان عطيه، بس بيقال برضو ان لسه في كلام على الشناوي ان هو ممكن يتساب. فمن الاخر كده فيتوريا قفل دماغه وهياخد الاربع لعيبه دولت، او هياخد ثلاثه منهم باستثناء محمد الشناوي.
ما انا شايف ان الموضوع فيه كلب مكيالين، بس لو احنا بنرجع للمبدا الاساسي وبنفكر فيه، لا منتخب مصر اولا، حتى لو كانت مباراه وديه، حتى لو كانت لا منتخب مصر الاول، فتمام، ما عنديش اي مشكله. وانا عارف ان وجود اللعيبه دي او عدم وجودها اصلا في النادي الاهلي هيخليه ياخد بطوله السوبر الافريقي عادي جدا، ومفيش اي مشكله، وهتعدي وهتبقى مباراه حلوه باذن الله. بعيدا بقى عن المنتخب وعن المهاجم، في مشكله تانية وهي مباراه السوبر، او مباراه السوبر المصري بقى، مش السوبر الافريقي. السوبر المصري انت عارف ان هو بيقوم ما بين فرقتين. الموسم اللي فات طبعا كان نادي الزمالك انسحب قدام النادي الاهلي في سوبر كاس الكرامه والحاجات اللطيفه دي. فبما ان انت كاس سوبر الكرامه دوت انت انسحبت منه، يبقى طبقا للوائح ان انت المفروض ما تكونش موجود. ولكن اتحاد الكره قرر ان هو يغير اسم البطوله وخلاها سوبر الابطال، وبمعنى اصح جاب فيها 4 فرق، ويبقى تاني الدوري واول الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطه. فبالتالي تم تغيير المسمى وتم تغيير شكل البطوله. فمن الاخر كده الاتحاد المصري لكره القدم عايز يدخل نادي الزمالك في البطوله دي وما يعملش عليه العقوبه. ليه؟ لان بحجه ان احنا غيرنا مسمى البطوله، وده طبعا يعني موضوع كوميدي. فبالتالي النادي الاهلي كان عمال بقاله كام يوم يبعت بيانات ويقول لهم يا جماعه قولوا لي السوبر ده هيتلعب امتى وهيتلعب ازاي، عمال بيحاول ان هو يورط اتحاد الكوره. ولكن اتحاد الكوره بيقول له يا باشا طب ما هو السوبر اللي انت عايز تسال عليه ده لسه اصلا ما اتحددش، لان بطل الكاس ما اتحددش، فهقول لك ميعاده امتى والكلام ده كله. اصبر عليا شويه ينوبك ثواب. ده غير كمان ان انت عندك سوبر افريقي اصلا، او بمعنى صح كاس السوبر ليج اللي هيتلعب لسه ما تحددش ميعاده، فاحنا كمان مش قادرين نحدد، بالراحه علينا مش كده. وقبل ما يصدر الاهلي البيانات دي كلها ويبعت الجوابات دي لاتحاد الكوره، هي موجوده نيه عند النادي الاهلي. من الاخر الزمالك هيشارك في البطوله دي، اذا اعتبرني معتذر عشان انا ما عنديش وقت ان انا العبه في وسط الزحمه بتاعتي، ومش هلعب البطوله دي وبناقص. ليه؟ لان انت ما ارسلتش المبدا بتاع المعاقبه بتاع نادي الزمالك، ان انت كنت المفروض تعاقبه وتحرمه من البطوله دي، وسايبه ان هو يلعب في البطوله الثانيه. قال يعني ايه تغيير المسمى؟ فكل الكلام ده ما ياكلش مع النادي الاهلي. فبنسبه كبيره جدا لو نادي الزمالك موجود في بطوله السوبر اللي جايه، النادي الاهلي مش هيلعب بسبب ضيق الوقت، وده اللي هيطلع يقوله في الفتره اللي جايه. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك الحلو على الفيديو ده. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. واشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله، لان في حلقه مهمه جدا ليها علاقه بملخص موسم النادي الاهلي، وايه اللي انت متوقعه الموسم الجاي ده، هنبتدي نشتغل عليه الحلقه الجايه ان شاء الله. فما تنساش تشترك بقى واللايك. سلام عليكم.